بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، النهاردة معانا موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية التين الشوكي في منام البنت العزباء، الفتاة العزباء التي لم يسبق لها الزواج ورأت التين الشوكي في منامها. التين الشوكي بيختلف في المنام تفسيره، وأيضا يختلف تفسير الحلم من حلم لآخر. إذا رأت البنت العزباء أنها رأت شجرة التين في المنام، فهذا يدل على أن هذه الفتاة فتاة نافعة، ولكن هذه الفتاة بتعاني من كثرة الأعداء لها. هذه الفتاة فتاة موفقة في حياتها، ولكن لها كثير من الأعداء ولا تستطيع التخلص من هؤلاء الأعداء. في أعداء بيتربص منها في كل وقت وفي كل حين ومش قادرة تتخلص منهم. وإذا رأت البنت العزباء ورق التين في المنام، فهذا يدل على أنه يوجد ندم وحزن وهم عند هذه الفتاة العزباء، ندم وهم وحزن في حياة هذه البنت العزباء. وهذا الأمر سوف يستمر بعض الوقت، ولكنه سيذهب بإذن الله تعالى. وإذا رأت البنت العزباء أو الفتاة العزباء في منامها أنها تأكل التين الشوكي، فهذا يدل على وجود خير ورزق لها قادم بأمر الله تعالى. وكما أن هذه الرؤيا تشير إلى الناس الصالحين والطيبين الذين يوجدون حول هذه الفتاة. هناك أناس صالحين، أناس طيبون في حياة هذه الفتاة، وعند أكلها للتين الشوكي بشرى طيبة بإقدامها على أموال قادمة إليها في الأيام القادمة تحمل لها الخير والسعادة ورزق بأمر الله تعالى. وقد تعني الرؤيا رؤية تناولها للتين الشوكي ارتباط وخطوبة لها بأمر الله تعالى في الأيام القادمة بالنسبة للبنت العزباء. فرؤية التين الشوكي والأكل منه للبنت العزباء من أجمل الرؤى التي تراها. هي بشارة بمال ورزق، وبشارة بناس صالحين في حياتها، بشارة بناس طيبين في حياتها، بشارة بارتباط وخطوبة بأمر الله تعالى. وهذا ما تعنيه رؤية التين الشوكي في منام البنت العزباء. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.